نقيم اداء منتخب العراق اليوم بعد مباراة اندونيسيا. طبعا مثل ما كنا نعرف ان المنتخب العراقي فاز 2-0، وصل للنقطة 15 من 15 من 5 لعبات، عنده 15 نقطة وتأهل الدور الثاني. وبقت له آخر مباراة ضد فيتنام. لا المنتخب العراقي الشوط الأول سيء جدا، وبالشوط الثاني تحسن بعد دخول يوسف الأمين ودخول علي جاسم، جدا تحسن. فراح نقيم لاعبين العراق هذا الفلتر حسب الموجودين، راح نقيمهم موجودين نخليهم بالأخير. عندنا سعد ناطق اليوم نزل ولعب زي ما دفاع، شوفه سعد ناطق فدائي، خلينا الرابع. يوسف الأمين بصراحة يستاهل الثاني، غير اللعبة من نزل يوسف الأمين، غير أيمن أبو طبر. أيمن يا أبو طبر هداف، يمكن وصل هدف 31 مع النادي والمنتخب هذا الموسم من 31 مباراة. فأيمن نقدر نخليه هو، يعني أنا راح أخليه الثالث.